السلام عليكم ورحمة الله متتبعي. مرحبا بكم في عدد جديد من الفقرة الإخبارية لتنوير الرأي العام الوطني حول الحالة الصحية للاعبي الفريق الوطني قبل السفر إلى كوت ديفوار. كشف طبيب المنتخب الوطني بودو كريستوف عن جديد الإصابات في صفوف اللاعبين، وقال في هذا الصدد: على العموم هناك 3 لاعبين جاءوا للمعسكر الإعدادي وهم يعانون من الإصابة، والباقي جلهم في حالة جيدة ويتدربون بشكل عادي، فاللاعب حكيم. زياش جاء للمعسكر بإصابة صغيرة والآن يخوض مرحلة التأهيل، وإصابة العميد غانم سايس وتتجلى في التواء في الكاحل يشتكي منها منذ 20 دجنبر الماضي، وسيعود للتداريب الجماعية في الأسبوع القادم. أما نصير مزراوي فإنه سيواصل العلاج بناديه يايرن ميونخ على أن يلتحق بنا بكوت ديفوار يوم 10 يناير في إطار الاتفاق الذي جرى بين الجامعة والنادي الألماني، وسيكون غائباً عن المباراتين الأوليتين. وبذلك اتضحت الرؤية حول الحالة الصحية للاعبي الفريق الوطني الذين سيكونون في حالة جيدة قبل انطلاق الكان.